بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amincin Allah da yardarsa su tabbata a gare mu. بالحديث عن الهوسا واللهجات وكذا. طبعا الفيديو لا يسع انه نتكلم عن الهوسا كشعب ولا كمكون ولا نتكلم اصلا عن لغة الهوسا بشكل كافي، انما مسألة توضيح بسيط يعني. بالنسبة للهجات، الهوسا عندهم كان 7 ممالك في نيجيريا. اوكي، فمثلا يقول كانو، دورا، وسمكتو، برنو، وهكذا. فبيتكلموا نفس اللغة كلها ونفس اللهجة. اوكي، انما بعد ذلك بفعل الاحتكاك والاختلاط كثيرين يتحدثوا الهوسا، وممكن تلاحظ فروقات في اللهجات، انما انت بتقدر تفهم كلامهم فل جدا اذا كنت انت من نيتيف هوسا او يعني الهوسا الذين يختلطوا بالفلاني. على خط الجنوب اليوروبا مثلا ممكن يكون بيتكلم هوسا، ولا اقصد بذلك برضه اليوروبا الذين يتهوسون، لا انا اقصد الذين زي اليوروبا يتحدث اليوروبا كلغه، هم ممكن ينطق بعض الكلمات، ممكن ينطق بعض الكلمات يعني بشكل مختلف بتاثير لغتهم هم على الهوسا. ده بالنسبه لنيجيريا وكذا. وكل باقي الدول المتواجدين فيها الهوسا هم لهجتهم زي بتاعت النيجيريين، انما ممكن السودان بجد عندنا لهجتين. اوكي، مثلا عندنا اللهجه الستاندرد المعروفه بتاعت الهوسا، بعد عندنا السكوتنجي. السكوتنجي ميكاتشي فالصوت هنا بيطلع في يعني زي اللي بيقول على عوية الإنسان يعني. وبالمناسبة دي بتلقاها هي فصيحة شديد. مثلا أقول لك جي بركة، يعني تكنولوجيا باقي شاي. اوكي، فلو لاحظنا هنا بتلقى الستاندرد باستعارة لعربي كثير مقارنة بالسكوتنجي. يعني معناتها نقدر نقول إن السكوتنجي هو البيور، شنو؟ بيور هوسا اللي بتتسلل إليه اللغة العربية وكده. فهنا برضه ممكن يكون مثلا واحد طلع في الخطوط ويمشي البلد ولغته ما له هنا، ويقول انا والله ما فاهم كلام مثلا اهلي في القبائل فوالله يتكلموا كذا، لانه هو لم يتقن اللغة جيدا. انما لو هو يتحدث الهوسا بصراحة من طفولته، اكيد لو تكلمت له اي لهجة هو يفهمها. الهوسا مكونات كثيرة كخشومبا، ولكن مع ذلك في نفس الوقت هي يعني متناسبة ومتجانسة مع بعضها، ومتجانسة مع بعضها. البعض عندها لغة واحدة، وبس يعني قلت لكم كلمات فروقات في الكلمة. في بعض الكلمات من يعني السبدا والستاندرد المكونات الثانية اللي بتتعامل الهوسا. يعني انت بتلقى 20 دولة بتتكلم هوسا، يعني بتلقى فيها مكونات هوسا ولا زالوا يتكلموا هوسا، لكن هي أقرب للنيجيرية. يعني حتى عندك السودانية يتسلل لها كثير من اللغة العربية، حتى في كثير من ضرب المثل. واحد بيضرب مثل يكون رجل كبير في البلد بيضرب لي مثل، أنا بعدل له المثل كويس، بنقول له هو مثل بيقول كذا. مثلا أنا قاعد مرة فواحد قال يا أخي إنا باكا، قال إنا باكا كنا كربا، هنا جمعي إنا باكا كنا روكا. فقام كلم قال يا أخي الولد ده نادي يعني. فلما شوف يعني لاحظ الفرق، يعني ضرب المثل اختلف من يمكن مكان لمكان. فممكن الواحد لو لم يكن يتقن اللغة جيدا فممكن ما يقوم يفهم. أنا أتقن اللغة جيدا جدا، لذلك أستطيع أن أفرق لما أنت تقول لي إنا باكا أنا كروكا وكنا كربا، وأنا أعدل عليك أقول لك لا إنا باكا كنا كربا. هو
اقول لك لا هنا باكا كان